السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما جرت العاده نتمنى يلقاكم في احسن الاحوال. اللي وقع في سبته واللي واقع فيها من نهار 15 في شهر 9، يعني من نهار الحد اللي فات، بدا من نداء في وسائل التواصل الاجتماعي ولا حمله في وسائل التواصل الاجتماعي الى هجره جماعيه، وانا كنسميها هروب جماعي وغادي نقول علاش. فادى هذا على ان واحد العدد كبير ديال الشباب لبى هذا النداء ومشى، طلعوا الناس لسبتها. بدات مواجهات، بدات محاولات لاقتحام المدينه، ادت لان تكون مواجهات مع الامن المغربي، وكذلك ان الحدود ولا الفرونتيرا ولا الديوانه تسد بين الفينه والاخرى. الناس اللي كانوا معولين يسافروا في هذه الوقيته هذه ما قدروش انهم يسافروا، فترونات القضيه ديال بصح، وكانوا ميديوز ديال سيغوريداد لا من الجانب المغربي ولا من الجانب الاسباني. هذا الحدث، ولكن من وراء هذا الحدث كنطرحوا اسئله: شكون المسؤول، ولا اشنا هو السبب اللي خلى ان شباب في مقتبل العمر في اول نداء يفكر انه يهرب من البلاد؟ اشنا هو السبب اللي مخلي ان ناس في 15 عام، في 16 عام، في بعض الحالات اقل من هذا بكثير، يفكروا انهم يهربوا من البلاد، يعني في ابسط امل كيجيهم ولو يكون من وسائل التواصل الاجتماعي. هذا من جهه. ومن جهه واحده اخرى، واش المسؤولين المغاربه راضين على الصوره اللي كتحط على المغرب؟ حطيت فيديوهات، البارح حطيت واحد الفيديو، ودابا عندي واحد موجود، ما عرفتش غنحطو قبل هذا ولا من بعد هذا او لا ربما معاه، اللي فيه تغطيه اعلاميه من الجانب الاسباني لهذه الاحداث هذه واشنو كيوقع. وفي هذه التغطيه كاينه احصائيات اللي كتعطي صوره، خلونا نسميها بالاسم ديالها الحقيقي، السوداء على المملكه المغربيه. من بينها ان ازيد من نصف الشباب المغربي يفكر في الهجره، ماشي يفكر، الا جاتو اول فرصه يهاجر. وهنا غادي نرجعوا لذاك السؤال الاول: اشنا هو السبب اللي مخلي ان الشباب المغربي في مقتبل العمر انطلاقا من 10 سنوات، غتشوفوا في هذه الفيديوهات ديال التغطيه ديال الاعلام الاسباني، ان اطفال اللي خلى ان هاد يعني الشباب المغربي كيفكر انه ماشي يهاجر، يهرب من البلاد. في اول مناسبه، عفوا الاخوان، في اول مناسبه انه يهرب من البلاد. لان هذا الوضع هذا اللي كنشوفه هو مساله غير طبيعيه بالنسبه لي. انا بكل صراحه ما كنتش بغيت نهضر على الموضوع، ولكن مني شفت التغطيه الاعلاميه والصوره اللي بدات كتعطى، ولقيت راسي مضطر انه ولا بدا نتطرق لهذا الموضوع ونهضر عليه. لان ابير الحدث يبدا بدعوه او لا بحمله في وسائل التواصل الاجتماعي 15/9 الهجره الجماعيه. من بعد يتطور يولي ان عدد كبير من الناس يلبيو هاد او يمشيو مع هاد الحمله ويجيو من مناطق بعيده، يطلعوا الكاستيخو ويطلعوا يعني للشمال المغربي نواحي تطوان باش يحاولوا يدخلوا لسبته، يعني يستجيبوا لهذه الحمله هذه. ومنه توصل الامور الى ما وصلت اليه، وبعلم السلطات اللي حجات او اللي جابت واحد العدد كبير ديال العناصر ديال الامن لتما، البوليس وكذا وسدات كذا، وتمشي الى ابعد من هذا المواجهات ما بين هاد الشباب والامن بالحجر وكذا، تبدا تسد الديوانه والعرقله ديال السير. و في الاخير حتى واحد ما داز، لان يعني كاين تغطيه امنيه كبيره. فقلت لكم ان يعني هذا الحدث، يعني هذا الشيء اللي وقع، ولكن علاش يوقع بحال هذا الشيء؟ علاش يوقع بحال هذا الشيء؟ هذا السؤال الاول. يعني شنو هو السبب اللي مخلي هاد الناس هادو كارهين لهاد الدرجه وباغيين يهربوا كذا؟ لان سميتو الهروب هذا.
هذا سميتو الهروب، باش الناس يمشيو مع ورا حمله في وسائل التواصل الاجتماعي ويبغيو يخرجوا في اقرب مناسبه وفي اقرب وقت، وشباب في مقتبل العمر 15 و14 و16 سنه وكذا، باقي يعني حتى باقي محسوبين انهم اطفال. هذا وضع غير طبيعي. هادشي علاش سميتو الهروب في الاول. وضع غير طبيعي بالمره. زياده على هذا، مساله ديال الصوره ديال البلاد. الصوره ديال البلاد، احصائيات كتعطى اللي كنشوفوها في وسائل التواصل، عفوا في وسائل الاعلام الاسبانيه اللي تقريبا مغطيه فقط هذا الحدث هذا. الصوره لا تبشر بالخير، لا تبشر بالخير بالمره. فعندنا شباب اللي جالس يعني باغي يهرب، وكنظن على ان الاجابه على السؤال ديال شنو هو السبب هو الوضعيه الاقتصاديه المزريه. ولكن راه السؤال اللي باغي نطرح انا هو اللي وراه هذا، اش اللي خلى البلاد توصل لهذه الحاله؟ هذا هو السؤال اللي بغيت نطرح. اش اللي خلى البلاد توصل لهذه الحاله؟ كاع البلدان دازوا من الازمات، كاع البلدان دازت منهم ازمه كورونا، كاع البلدان دازت منهم المساله ديال التضخم، الحرب الروسيه الاوكرانيه، التاثير ديالها على غلاء الاسعار، كلها قدرات انها تعالج، كلها قدرات انها كذا. علاش المغرب وصل لهذه الحاله اللي وصل لها دابا؟ فبكل صراحه خليونا من ديك الكلام ديال هذوك شباب وراسهم سخون عليهم وكذا. لا لا، انا ما غادي يقنعنيش جواب بحال هذا، لان ما يمكنش شي واحد يبغي يهرب من بلاصه اللي عنده فيها مقومات الحياه. نكونوا واضحين مع بعض، هكا سميتها. ما يمكنش شي واحد يبغي يهرب من شي بلاصه اللي فيها المقومات ديال الحياه. فمؤسف جدا هادشي اللي وقع. الحاجه الوحيده اللي مزيانه هو التنسيق الامني والاشاده من اسبانيا يعني المجهودات اللي دايرينها عناصر الامن المغربي. داك التنسيق الامني وداك ما بين البلدين، وديك الاشاده من الجانب الاسباني على المجهودات اللي دارها المغرب، يعني باش يحمي الحدود مع الحدود ما بين سبته والمحتله والمغرب بطبيعه الحال. ما عدا ذلك الحدث راه قلت لكم يعني حج الالاف، استجابه النداء في وسائل التواصل الاجتماعي، المحاولات تتكرر باستمرار في الليل بالنهار، الديوانه مره مسدوده مره محلوله، الناس ما بقاوش يقدروا يدوزوا اللي مسافرين بطوموبيلاتهم وكذا، لان مرات كتنوض المواجهات بالحجر، وهذه عناصر الامن تما كتعاني. الوضع يعني لا يبشر بالخير، ماشي لا يبشر بالخير، ولكن نسميه انه ما كانش منتظر انه يوصل لهذه الدرجه اللي وصل لها، ما كانش منتظر. ومع الاسف الشديد الصوره ديال البلاد والاحصائيات اللي كيعطيوها وسائل الاعلام الخارجيه على البلاد صوره اللي ما يبغيها حتى شي مغربي البلاد. باش نكونوا واضحين، فنتمناو ان المسؤولين على هذاك الوطن تاخذهم شويه الغيره عليه، ويحاولوا ما امكن يحسنوا الوضعيه في هذيك البلاد بطريقه من الطرق، لان باش نشوفوا الناس من انطلاقا من 10 سنين باغا تهرب، راه نقدروا نفهموا علاش هذوك الناس باغيين يهربوا. نتمنى ان الفكره توصل لكم بشكل صحيح. بكل صراحه الموضوع يعني ما كنتش بغيت نهضر عليه، ولكن وصل لواحد الدرجه اللي من بقيت كنتبع الاخبار بقيت كنشوف غير يعني صور اللي اي مغربي ما يبغيش انه يشوفها، واللي كاينين تما راه غير المغاربه، غير المغاربه. ف الله يدير اللي فيها الخير كما كنقولوا. وان شاء الله باذن الله غادي نحط لكم بعض المقاطع من الاخباريه باش تشوفوا دوك الاحصائيات، باش تشوفوا ردود الفعل، باش تشوفوا الاعلام الاسباني شنو كيقول على المغرب، ونتمناو انه هذا الشيء يتحد في اقرب وقت ممكن. والسلام عليكم.